السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا أجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض ان شاء الله الفتة المصري بتاعتنا الجميلة ديت اللي بتنفع على أي لحمة. المهم ان أي شرب، يعني أنا عملتها على اللحمة البلدي العادي بتاعتنا. طبعا لا، الفتة دي بنشتاق لها طبعا، يعني كل مدة كده، وبتبقى حاجة جميلة جدا وحاجة بتفتح النفس وبناكل فيها يعني بصراحة. وجنبيها طبعا ايه شوية الصلصة اللي هي ايه بالثوم والخل، جميلة. اللي أول بقى مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف المكونات والطريقة. اول حاجه طبعا هنسلق اللحمه. انا زي ما قلت لكم قبل كده برضو بنجيب الحله ونحط تلتينها ميه، ولما بتغلي كون غاسله بقى اللحمه كده غسله نظيفه كده كويسه قوي، واروح نازله بيها ايه على الميه اللي هي ايه غليت. خلاص حطي بقى الكميه بتاعتك اللي انت عايزاها. هتلاقيها طبعا اللحمه بقى وهي بتغلي هتطلع ريم، فالريم الغامق بقى ده لازم تطلعيه ليه بقى؟ عشان ما يسودش الشوربه ولا يسود ايه اللحمه. طلعي بقى ايه بقدر الامكان اللي انت تقدري عليه، وهي طبيعي اللحمه وهي بتغلي لازم هتطلع ايه ريم، بس الريم الابيض ده خلاص كده كويس جدا. نزلت بقى عليهم بايه؟ ببصلايه كده يعني حلو وسط، وطماطمايه متقطعين مكعبات على الشوربه. بعد كده بقى نزلت بايه؟ بمعلقه سكر، ورق لورا، حبهان، مستكه، قرفه، قرنفل، معلقه فلفل اسمر. بنحط معلقه سكر دلوقتي، ما بنحطش الملح بعد ما ايه تستوي. خلاص على كده هتغلي بقى كده، ونروح مغطيينها وسايبينها لحد ما ايه تستوي. بس اهم شيء انك تسيبيها على نار هاديه، لان الاكل كل ما بتسيبيه على نار هاديه بيديكي ايه طعم جميل جدا، والسوا بتاعه بيبقى حلو قوي. وكل ما تنقص ميتها ايه حط لها ميه مغليه. بعد كده بقى ايه قلنا نجيب العيش اللي احنا هنعمل بيه الفته، قطعته نصين كده زي ما انتم شايفينه، حطيت في كل نص ورقه عشان العيش يتنفخ. حطيته بقى في الفرن في النص كده على الشبكه لحد ما ايه اداني اللون الاحمر ده الجميل، وطفيت. بس انت اهم شيء يعني تسيبيه وما تسيبوش. قلنا بقى هنعمل اول حاجه برضو تاني ايه اللي هي الصلصه. جبت حله وحطيت فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه، ونزلت عليها بمعلقه توم مفروم ومعلقه كزبره بودر. شوحيهم برضو بقى التشويحه الجميله كده يدولك اللون الذهبي الجميل. برضو ما تغمقهاش، هي كل ما كانت الحاجه سواها وسط بتديكي نتيجه جميله جدا. يا دوبك اهو بصي شوحتيها. بقول لك عايزه بقى اقول لك على الريحه جميله جدا، يعني التومه دي مع الكزبره البودر مع السمنه البلدي والزيت جميله. نزلنا عليهم بقى بايه بمعلقه خل صغيره. يا سلام، شمي بقى الريحه كده وانت واقفه، تشبعي بقى من الريحه بتاعت ايه التومه والخل كده وايه والكزبره البودر. بعد كده نزلت بقى عليهم بعصير طماطم متصفي تماما من البذر والتفل، عشان تبقى معاك الفته كده ايه طعمها جميل. وانا حاطه فيها الطماطم دي معلقه سكر تعادل معلقه الملح اللي احنا هنحطها ايه في قلب الصلصه. نزلت بقى معلقه فلفل اسمر ومعلقه ايه ملح اهو قدامكم، عشان قلت لكم حاطه انا مع العصير الطماطم ده معلقه سكر صغيره. خلاص على كده هنقلبهم وايه وهننزل بقى بعد كده عليهم بثلاث اربع معالق، قصدي ثلاث اربع مغارف شوربه من بتاعت اللحمه كانت استوت بقى طبعا. الاتنين دول مع بعض خطير خطير، يعني بيدوا بقى الطعم الجميل قوي، اللي هي الشوربه مع عصير الطماطم مع معلقه الخل والثوم، ده حاجه حكايه. ده بقى ايه العيش بعد ما قدامكم ايه اتحمر طلعته من الفرن طبعا، شلت بقى الورقه اللي في النص اللي انا قلت لكم حطيتها ده عشان النص الرغيف يتنفخ كده ويدينا بقى ايه التحميصه الجميله دي. قطعته بقى زي ما انتم شايفينه كده، مش بحط عيش كتير بصراحه، يعني على النص كيلو رز بحط بقى ايه رغيفين بس. خطيره خطيره. بصي بقى بتشوحيه بقى في معلقه السمنه البلدي في القلب الصينيه اللي انت هتفتي فيها. بعد ما خلاص يعني تشوحيه بس لان هو اصلا متحمص. هننزل برضو عليه بايه بمغرفتين ثلاثه شوربه، علشان دول العيش اللي هتتشرب منه. بس ما تكتريش الشوربه عشان ما تعجنش معاكي، لازم يبقى فيه قرشه كده، العيش بيبقى طعمه جميل جدا بقى لما بيبقى فيه قرشه كده حلوه، بيبقى خطير خطير. خلاص كده هو هيشرب بقى ايه الميه بتاع الشوربه. بصوا بقى هتلاقي بص ايه خلاص كده العيش شربت هي نص الشوربه، جميل جميل جميل. الرز بقى كمان كنا عملناه استوى. انتوا لكم طبعا ايه اساتذه وعارفين الرز بيتعمل ازاي، برضو بالزيت وبالسمنه. ما تعمليش الرز لا بالزيت لوحده ولا بالسمنه لوحدها، سمنه مع زيت بيدي الرز فلفله وطعم جميل جدا. حطي بقى على العيش ده بقى بعد ما شرب الشوربه وايه ووزعي بقى ايه الرز اللي انت عايزاه. جبنا بقى بعد كده ايه بقى جبنا طاسه وحطينا برضو فيها معلقه سمنه بلدي ونص معلقه زيت، ونزلنا عليهم برضو بمعلقه توم مفرومه كبيره،
ومعلقة كزبرة بودر. شوحيهم برضو كده مع بعض، برضو اديهم اللون الذهبي الجميل على نار هادية كده، يعني ما تغمقهوش، برضو اديله اللون الذهبي الحلو الجميل دوت. بعد ما خلاص اهو اتشوح، نزلت برضو عليه بمعلقة خل صغيرة. بص لما بتحطي بقى الخل كده على الثوم وهي بتتشوح مع الكزبرة البودر، ياه على الجمال وعلى الريحة، خطيرة خطيرة. خلاص كده هيتشوحوا معاكي. وادونا برضو اللون الذهبي، نزلنا عليهم برضو بايه، بمغرفتين 3 شوربة من اللحمة برضو اللي احنا عملناها. ان اللحمة دي من بعد هي ما استوت خلاص حطيت لها معلقة الملح. خلاص على كده، بعد كده برضو هنزل بقى بايه، مغرفتين بس من الصلصة اللي احنا عملناها. الصلصة بعد ما استوت خدت بقى منها مغرفتين، نزلت على الشوربة وعلى التومة اللي هي متشوحة كده بالخل. عايزة اقول لك حاجة جميلة جدا تفتح النفس. خديهم بقى كده ورشيهم على وش الرز بتاع الفتة ده كده، والعيش اللي تحت طبعا عشان الرز كمان يشرب كده منها، من الدقة اللي انت عملتيها دي الجميلة. الريحة اللي طالعة دي حاجة جميلة جدا. كلها بقى وزعيها كده على صينية الفتة، ما تسيبيش بقى طبعا منها حاجة، لان احنا كده ايه عاملين بس الدقة دي عشان ترشيها على الوش كلها. وبعدين انا بعمل ايه الفتة في صينية واحدة، وبعد كده كل واحد ايه بيحط قدامه. جبت بقى نص اللحمة بعد ما استوت المسلوقة وحطيتها كده اهي في قلب الصينية، ورشيت برضو عليهم معلقة الصلصة اللي احنا عملناها، جميلة جميلة جميلة. وسيبنا بقى بقية اللحمة، اللي عايز يحمر ده ايه مزاجات طبعا. وجبنا بقى جنبيها كمان طبق بقى الصلصة اللي احنا عملناها ديت، اللي هي برضو بالثوم والخل. جميلة، حاجة يعني تفتح النفس، حاجة كده تاكليها وانت كده ايه يعني مبسوطة جدا. طبعا بقى ايه تجيبيها جنبها شوية مخلل او شوية شوربة وتعصري عليها الليمون. الشوربة بتدي نتيجة هايلة هايلة هايلة، حاجة جميلة فاخر من الاخر. اللي اول بقى مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس. وانا عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. واللي اول مرة برضو ايه يشوفها كده ويقول لي ايه رأيه. وبالهنا والشفا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.